كان بيتكلم عن حاجه اسمها الايه؟ الشغل. طيب كنا بنقول هو مين اللي بيبذل شغل؟ اللي بيبذل شغل هو مين يا دكاتره؟ القوه، صح؟ طيب لو عندي جسم، وقلنا الكلام ده قبل كده، موجود في مكان وفي قوه جت تزقه او جت تحركه، لو القوه دي قدرت تحركه ازاحه معينه، يعني لو القوه قدرت تحرك الجسم بنقدر نقول ان القوه دي بذلت ايه؟ بذلت شغل. طب الشغل احنا بنرمز له بالرمز يا دكاتره الدبليو، بيساوي مين؟ مقدار القوه، تمام، في مقدار الازاحه في كوزين الزاويه اللي ما بينهم، كوزين السيتا. يبقى الاف دي القوه اللي اثرت على الجسم، الدي دي الازاحه اللي حركت الجسم، تمام. السيتا دي الزاويه ما بين الجسم، ما بين القوه وما بين الايه؟ وما بين الازاحه. طيب صلوا على النبي كده عليه الصلاه والسلام. الشغل ده كان ليه انواع، يعني ليه 4 انواع. الشغل احنا بنرمز له بالرمز دبليو، ووحده قياس الشغل هي الجول. يبقى وحده قياس الشغل هي مين يا دكاتره؟ الجول. الشغل ممكن يكون قيمه عظمى وموجبه، تمام. الشغل ممكن يكون قيمه عظمى موجبه، ممكن يكون قيمه موجبه بس، ممكن يكون الشغل بصفر، ممكن يكون الشغل قيمه ايه يا دكاتره؟ قيمه سالبه. صلينا على الحبيب. بلاش التاخير ده يا دكاتره بالله عليكم بقى. انت يا ابني خليك هنا، ركز معايا هنا. تعالى يا محمد اقعد قدام. تعالى اخلص اقعد قدام. اخلص على طول. اخلص. ايه يا انس؟ متاخر ليه؟ بتقول بتحضر يا انس وانت بقالك 10 سنين ما حضرتش؟ ماشي. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. خلينا هنا عشان عايزين ننجز بالله عليكم. امتى الشغل بيكون قيمه عظمى وموجبه يا دكاتره؟ لو لقينا القوه في اتجاه الازاحه، يعني احنا بنشد الجسم الناحيه دي وبيتحرك برضو الناحيه دي، تمام. في الحاله دي الشغل بيكون قيمه عظمى. ليه؟ لان الزاويه ما بين القوه وما بين الازاحه بتكون صفر، واحنا عارفين ان كوزين صفر بتساوي ايه؟ 1. كوزين الصفر بكام؟ ب1. فبالتالي الشغل نقدر نقول عليه دلوقتي قيمه عظمى وموجبه. طب امتى الشغل يكون قيمه عظمى؟ قيمه موجبه بس مش عظمى. لو لقينا الجسم اهو، ركز يا حاج كده بالله عليك. الجسم القوه بتشده مثلا كده وهو بيتحرك كده، يعني في زاويه ما بين مين ومين يا دكاتره؟ الصوت يا شباب. في زاويه ما بين القوه ومين؟ والازاحه، بس زاويه حد. طيب هنا بقى الشغل هيساوي قيمه القوه في قيمه الازاحه في كوزين الزاويه اللي ما بينهم دي. كوزين اي زاويه حاده، بص بقى، طالما الزاويه حاده كوزين الزاويه الحاده دي بيبقى اكبر من الصفر بس اقل من الكام؟ اقل من 1. ما يا شباب خلينا هنا بقى. معرفش ليه انتوا في حصتكم بنقعد نقول اسكت والصوت وركزوا اكتر ما بنشرح. ها خلاص يا حاج اقعدي. هنا زي ما احنا شايفين اهو القوه والازاحه مالهم يا حبيب قلب. طب اجي احب على ايدك عشان تسكت يا ابني، اسكت. القوه والازاحه ما بينهم زاويه ايه دلوقتي؟ زاويه حاده. عم عبد الله شغاله عادي، بس يلا ركز معايا بقى. قيمه كوزين الزاويه الحاده دايما بتديني قيمه اكبر من الصفر، يا رب تركزوا هنا، ها، واقل من الكام؟ واقل من 1. يعني هنلاقي الاف في الدي دي جنبها نص، جنبها ربع، يعني ما هياش اف في دي، لكن كوزين الصفر نفسها بتديني كام؟ تديني 1. طب امتى الشغل بيساوي صفر؟ لو لقينا يا دكاتره القوه في اتجاه والازاحه في اتجاه تاني كده، بس الزاويه ما بين اتجاه القوه واتجاه الازاحه بكام؟ ب90 درجه. في اللحظه دي على طول نقول الشغل بيساوي كام؟ صفر. يعني انت مثلا لو رافع حاجه لفوق كده، انت شايلها ناحيه فوق، يعني القوه ناحيه فوق بس ماشي بيها كده. يعني احنا يا دكتوره دلوقتي شايلين القلم ده، القوه رافعاه لفوق ولكن القلم بيتحرك الناحيه دي، تمام. يعني كده الزاويه ما بين القوه وما بين الازاحه بكام؟ ب90. كوزين 90 بتبقى بصفر. فلما اجي اضرب اف في دي في كوزين في قيمه كوزين ال90 اللي هي بصفر، صفر في دول يدينا صفر. طب امتى الشغل بتكون قيمته قيمه عظمى وسالبه؟
بصوا بقى ركز كده وصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. او امتى تكون سالبه بس الاول؟ لو ده الجسم اهو، الجسم مثلا بيتحرك الناحيه دي، دي الازاحه بتاعته، بس احنا بنحاول نشده كده، فكده الزاويه هنا ايه يا دكاتره؟ زاويه منفرجه صح؟ الزاويه المنفرجه دي لما نجيب لها الكوساين بتبقى اكبر من اقل من الصفر واكبر من السالب واحد. تمام؟ صلى على النبي كده عليه الصلاه والسلام. يعني من الاخر هتبقى الدبليو بتساوي سالب اف في دي، تمام؟ كوزين الايه؟ مش سالب اف دي بالظبط، سالب نص اف دي، سالب ربع اف دي، وهكذا. يعني الدبليو اهي هتساوي اف في دي كوزين الزاويه المنفرجه دي، وكوزين الزاويه المنفرجه دي هيديني سالب نص، سالب ربع، الكلام ده كله. طيب قيمه عظمى وسالبه يا دكاتره، امتى بتكون قيمه عظمى وسالبه؟ لو ده الجسم اصلا بيتحرك الناحيه دي واحنا بنحاول نشده كده، او القوه بتاثر عليه كده، فالزاويه ما بينهم بتكون كام؟ 180 درجه. يبقى اول درس لو انت هتذاكره هتلخصه في شويه الكلام دول تاني مع بعض اهو، ما خدش 5 دقايق. الدرس الاول بيتكلم عن الشغل. مين السبب في وجود الشغل؟ القوه. سيب اللي في ايدك يا بنت وهو. القوه لما بتاثر على الجسم بتسبب شغل. طب اجي اديك على قفاك طيب عشان تبص ولا ايه؟ سيب اللي في ايدك وركز هنا. قوه لو حركت الجسم تبقى ايه؟ تبقى عملت شغل. ما حركتش الجسم تبقى ما عملتش شغل. طيب الشغل تاني كلنا نكرر مع بعض. الشغل اللي هو الدبليو بيساوي مين؟ الاف في الدي. مين الاف؟ القوه. مين الدي؟ الازاحه. مين السيتا؟ الزاويه ما بين مين؟ اتجاه القوه واتجاه الازاحه. الشغل ممكن يكون قيمه من 5، عظمى وموجبه لو القوه والازاحه مع بعض. طيب موجبه بس لو القوه والازاحه ما بينهم زاويه حد. طيب الشغل امتى يكون بصفر؟ لو القوه والازاحه ما بينهم زاويه 90. طب امتى القيمه تكون سالبه بتاعت الشغل بس مش عظمى؟ لو الزاويه منفرجه. امتى القيمه بتكون عظمى؟ زي قوه الفرامل. تمام؟ العربيه ماشيه في اتجاه لكن الفرامل بتحاول تشدها في اتجاه تاني، فهنا الشغل بيكون قيمه عظمى وسالبه. في اللحظه دي بتلاقي ان الشغل اللي هو الدبليو بيساوي سالب اف دي، سالب 1 اف دي يعني. طب نذاكر ايه كمان هنا يا مستر؟ تبقى عارف دي زي اسمك بالظبط. لو احنا لقينا علاقه ما بين الاف والدي، الشغل بيجي ازاي؟ بيانيا. ايجاد الشغل بيانيا. ايجاد الشغل بيانيا. يعني ازاي نحسب الشغل من على الرسم؟ اول ما تلاقي رسمه في اف وفي دي بنوجد الشغل بيانيا من المساحه تحت الايه؟ تحت المنحنى. يعني هو الراجل مثلا ممكن يكون راسم لنا خط بالشكل ده كده. هنا مثلا في 5، الخط ده طالع كده قصاد ال10 هنا كده، هنا دي قصادها 2، دي مثلا قصادها وليكن 3. عايزين نجيب الشغل بيانيا. ازاي نجيب الشغل بيانيا يا دكاتره؟ كل اللي هتعمله هتجيب لي المساحات تحت الايه؟ تحت المنحنى ده. تمام؟ الحته دي كده هنا اهي، عايزين نجيب المساحه دي زائد المساحه دي. احنا ممكن نخلص الحته اللي فوق دي كمثلث لوحدها، والحته اللي تحت دي كلها نجيبها كمستطيل مثلا. يعني لو جبنا مساحه المستطيل ده زائد مساحه المثلث ده يبقى احنا كده جبنا الشغل بيانيا. يبقى امتى نضطر نجيب الشغل بيانيا؟ لو لقيناه مدينا على الراس الاف وعلى الافق مين يا دكاتره؟ الدي. طب ازاي بنجيب الشغل بيانيا؟ بكل بساطه. تعالوا نجيب مساحه المستطيل اللي تحت من هنا لحد هنا، دي كلها 3. مساحه المستطيل بتساوي الطول في العرض، الحته دي 5 زائد. عايزين نجيب مساحه المثلث ده. المثلث ده بادئ من قصاد كام؟ ال2 وانتهى قصاد كام؟ 3. مساحه المثلث نص طول القاعده من 2 ل3، يعني طول القاعده بتاعتنا ب1. في الارتفاع بادئ من هنا لحد هنا، من هنا يعني من 5 ل10 يعني 5. تلاقي نفسك كده خلصت المساله بتاعتك. يبقى تاني جبنا مساحه المستطيل ده يا دكاتره. المستطيل مساحته الطول اللي هو 3 في العرض اللي هو 5، 3 في 5 خلاص ب15 زائد، بطل كلام يا بيه، 5 في نص اللي هي بكام؟ ب2.5، فناتج كله يطلع لي 17.5 جول. يبقى انت كده جبت مين؟ جبت الشغل اللي هو الدبليو. معايا؟ ها حد مش فاهم الكلام ده؟
طيب صلى على النبي كده عليه الصلاه والسلام وركز. ده بالنسبه لاول درس عندك في المنطقه الصغيره دي. تاني درس يا دكاتره مهم جدا 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 وبسيط ما هو الصعب. بيتكلم على حاجه اسمها طاقه الوضع، تمام، اللي هي البوتنشال انرجي. دي بنسميها طاقه الوضع. ركز يا محترم كده وصلوا على الحبيب. عندنا حاجه اسمها طاقه الوضع بنقول عليها البوتنشال انرجي. دي بتساوي الام في الجي في الاتش. وعندنا حاجه كمان اسمها الكاينيتيك انرجي. دي بنسميها طاقه الحركه. دي كانت بتساوي ايه؟ نص الكتله بتاعت الجسم في مربع مين؟ سرعته. تمام؟ خد بالك بقى، هو ممكن يقول لك عايزين الشغل بس ما يبقاش مديك الاف والدي، يبقى مديك الام والجي والاتش. ما هو الشغل يعتبر هو مين يا دكاتره؟ طاقه الوضع. وهو برضو الشغل يعتبر هو مين؟ طاقه الحركه. يعني الشغل بيعتبر طاقه وضع او طاقه ايه؟ طاقه حركه. يعني انا وانا بحل المسائل في الاخر باختصار جدا اهو، سيب الكتاب يا حاج وركز بالله عليك. خليك معايا هنا والله، ده الخلاصه، انت بس ذاكر الكلام ده ومالكش دعوه. يبقى انا عندي دلوقتي الشغل اللي هو الدبليو ينفع يتقال عليه طاقه وضع. انت الشغل بيبقى في صوره طاقه وضع. مثلا لو مسكنا استك كده وشدناه كده، احنا خزنا جواه الطاقه اللي اتخزنت جواه دي اسمها طاقه ايه؟ وضع. مسكنا ملف زنبرك مثلا وشدناه كده، او مسكنا جسم كان محطوط على الارض ورفعناه لفوق. طول ما انت عمال بترفعه لفوق فانت كده خزنت جواه طاقه اسمها طاقه ايه؟ وضع. طب اول ما سبته، طاقه الوضع دي بتتحول لطاقه حركه، تلاقي الجسم اتحرك لوحده. هل انا لما طلعت القلم لفوق انا اللي اثرت انزله لتحت؟ هو اللي نزل لوحده، صح؟ يعني الطاقه اللي انا خزنتها جواه في صوره طاقه وضع اتحولت الى طاقه ايه يا دكاتره؟ اتحولت الى طاقه حركه. صلى على الحبيب عليه الصلاه والسلام. يبقى الشغل بنقدر نشوفه في كام صوره؟ صورتين، مين ومين ومين؟ طاقه وضع وطاقه حركه. طاقه الوضع نكرر مع بعض كان بتساوي مين؟ الام في الجي في الاتش. طيب طاقه الحركه نص الكتله في مربع السرعه. لو ركزنا هنلاقي ان طاقه الوضع والاتش العلاقه ما بينهم علاقه طرديه. يعني كل ما الجسم يرتفع عن سطح الارض، تمام، كل ما طاقه وضعه تزيد. طب طاقه الحركه، بص بقى، طاقه الحركه دي اللي هي الكاينيتيك انرجي طرديه مع مربع السرعه. طب قدر يا مستر احنا خليناها تمام مع السرعه بس، اللي في القانون السرعه تربيع، فلو خدت اللي في القانون مع دي يديك خط مستقيم كده. طب لو انت شلت التربيع من عليها، خط ينحني بالشكل ده كده. والعلاقه دي عندكم السنه اللي جايه في الايه؟ في الفيزياء الحديثه. والقانون ده موجود معانا طول الوقت في الفيزياء الحديثه. تمام؟ يبقى هو ممكن الراجل يقول لي عايز طاقه الحركه، ما يبقاش مديني الام والفي تربيع، يبقى مديني الاف والدي. ما هو الشغل هو طاقه الحركه. يعني خد بالك الثلاثه دول، طاقه الشغل يعتبر طاقه وضع، الشغل يعتبر طاقه حركه. يعني الشغل ده احنا بنشوفه في صوره من صورتين اتنين. اي جسم طالع لفوق سرعته بتزيد ولا بتقل؟ بتقل ليه؟ عشان طالع مع الجاذبيه ولا طالع عكس الجاذبيه؟ كل ما يطلع لفوق سرعته بتقل لحد ما يوصل لاقصى ايه؟ ارتفاع. اقصى ارتفاع يعني مش هيطلع فوق تاني، ده معناه ان سرعته خلصت. سرعته بقت بكام؟ بصفر. طب لما الجسم تبقى سرعته بصفر، طبيعي ان طاقه حركته تكون بكام؟ بصفر. يعني عند اقصى ارتفاع في حاجتين بيساوي صفر، طاقه الحركه والسرعه. طب هو تحت على الارض وهو لسه على الارض كان ارتفاعه بصفر، فبالتالي طاقه وضعه بكام؟ بصفر. يبقى هنا عند الارض الارتفاع بصفر، فبالتالي طاقه الوضع بتساوي ايه يا دكاتره؟ بتساوي صفر. صلينا على الحبيب عليه الصلاه والسلام. طيب طاقه الوضع وطاقه الحركه العلاقه ما بينهم علاقه عكسيه، يعني كل ما طاقه الوضع بتاعت الجسم تزيد حركته تقل. بمعنى انا دلوقتي وانا بحدف الجسم لفوق، هو لو افترضنا ان ايدي دي الارض وهو على سطح الارض كده، ارتفاعه بكام؟ ارتفاعه بصفر. يبقى طاقه وضعه بكام يا دكاتره؟ طاقه الوضع متوقفه على مين؟ على الارتفاع. وهو على سطح الارض ارتفاعه بكام؟ بصفر. طاقه وضعه بكام؟ طب كل ما نطلعه لفوق، شو هو طالع لفوق؟ حاجتين بيحصلوا، الارتفاع عمال فطاقه الوضع عماله تزيد. طب كل ما بيطلع لفوق ايه اللي بيحصل لسرعته؟ بتقل، فطاقه حركته، يعني وهو طالع ارتفاعه يزيد طاقه وضعه تزيد، لكن هو طالع لفوق عشان عكس الجاذبيه
فسرعته بتقل فطاقه حركته ايه؟ بتقل. يبقى طاقه الوضع وطاقه الحركه عكس بعض الاثنين. تمام؟ مطلوب منك هنا تحفظ القانونين الاثنين، وتعرف ان الشغل هو طاقه وضع او الشغل هو طاقه حركه، وتعرف ان طاقه الوضع وطاقه الحركه لنفس الجسم عكس بعض. الجسم اللي طاقه حركته بتزيد طاقه وضعه بتقل، الجسم اللي طاقه وضعه بتزيد طاقه حركته بتقل. طيب الاثنين لو جمعناهم مع بعض هيدخلونا الدرس الثالث. الدرس الثالث ده كان بيتكلم على الطاقه الميكانيكيه. الطاقه الميكانيكيه. وحد الله كده وصلى على الحبيب عليه الصلاه والسلام. الطاقه الميكانيكيه يا دكاتره اللي هي الام اي دي بتساوي ايه؟ مجموع طاقتي الوضع والحركه. يبقى الطاقه الميكانيكيه بتساوي مجموع الاثنين، مجموع طاقتي الوضع والايه؟ والحركه. والطاقه الميكانيكيه كمان نعرف عنها ان هي مقدار ثابت طول الوقت، مقدار ثابت للجسم. تمام؟ يعني طاقه الوضع تزيد طاقه الحركه تقل، لكن كده كده الطاقه الميكانيكيه بتفضل ثابته ما بتتغيرش. اهي الطاقه الميكانيكيه بتساوي مجموع طاقتي الوضع زائد مين؟ الحركه. تمام؟ طيب لو جينا افترضنا مثلا ان في جسم بيتحرك بالشكل ده كده على مسار منزلق بالشكل ده كده، نفترض ان الجسم كان هنا وبعد كده هيبدا يتحرك بالشكل ده كده لحد مثلا ما وصل هنا. ايه اللي عمال يتغير ليه؟ طاقة الوضع وطاقة الحركة عمالة تتغير أثناء ما هو بيتحرك، لكن الطاقة الميكانيكية ثابتة. لو افترضنا إنه كان هنا مثلا على ارتفاع 10 متر، تمام؟ جه هنا لقينا السرعة بتاعته بقت 5 أو بقت 2 متر على الثانية. إحنا عايزين الارتفاع اللي هنا، وهو هنا كانت سرعته في الأول بكام؟ بصفر. يعني هو كانت سرعته بصفر وهيبدأ ينزل، فسرعته تزيد. سرعته تزيد فيبدا يطلع، سرعته تقل بقى كده تزيد تاني، تقل بقى كده تزيد تاني، وهكذا. واحد الله كده وصلى على النبي عليه الصلاه والسلام. احنا عايزين نجيب الارتفاع اللي هنا ده، نسمي مثلا دي اتش 2، عايزين نجيب اتش 2. هو ايه اللي ثابت للجسم يا دكاتره؟ ايه اللي ثابت للجسم؟ الطاقه الايه؟ الميكانيكيه. طب الطاقه الميكانيكيه بتساوي ايه؟ انطقوا مجموع طاقتي الوضع ومين؟ والحركه. يعني لو جبنا مجموع طاقه الوضع والحركه هنا هيدينا برضو مجموع طاقه الوضع والحركه هنا. مش الطاقه الميكانيكيه اللي ثابته حاج؟ يعني الطاقه الميكانيكيه هنا بتساوي الطاقه الميكانيكيه هنا. طب الطاقه الميكانيكيه هنا مين؟ طاقه الحركه عند المكان واحد زائد طاقه الوضع عند المكان واحد بتساوي طاقه الحركه عند المكان 2 زائد طاقه الوضع عند المكان 2. مجموع الوضع والحركه هنا بيساوي مجموع الوضع والحركه هنا. يعني الطاقه الميكانيكيه هنا بتساوي الطاقه الميكانيكيه هنا. طاقه الحركه مش السرعه بصفر؟ طاقة الحركة بصفر. طب طاقة الوضع لو افترضنا يعني ان الجسم كانت كتلته 1 كيلو جرام، طاقة الوضع ام في مين؟ في جي في اتش. الام بواحد، الجي ب10، تمام؟ الاتش كانت بكام؟ ب10 برضه. بيساوي طاقة الحركة الثانية نص. ما هو هنا بقى هو هنا ليه سرعة اهو. السرعة هنا كانت بصفر فحطينا طاقة الحركة بصفر، لكن هنا ليه سرعة نص. الكتلة اللي هي بواحد، كتلة الجسم ما بتتغيرش. في مربع سرعته، مربع الاثنين دي بكام؟ ب4 زائد طاقة الوضع بتاعته ام اللي هي بواحد، الجي اللي هي ب10، تمام؟ في الاتش 2 بقى اللي احنا عايزينه. كده كل حاجة معانا ما عدا مين؟ الاتش 2 دي. صلينا على النبي عليه الصلاة والسلام. نركز بقى كده مع بعض. هو سيبك من الصفر خالص، 10 في 10 ب100 بيساوي 4 في نص يدينا 2 زائد 10 اتش. نودي الاثنين الناحية التانية بعكس، يتبقى لي كام؟ 98 بتساوي 10 اتش 2. هنقسم هنا على 10 عشان نجيب الاتش 2، نقسم هنا على 10. يبقى إذا اتش 2 تطلع بكام؟ 9.8 متر. صلينا على النبي عليه الصلاة والسلام. فهمنا يا دكاترة ايه الموضوع؟ ادي اول 3 دروس عندك في المنهج، مش محتاجين منهم اي حاجة تانية. تمام؟ انا دلوقتي بقيت عاملك زي ما بنعمل تالتة شوية، لان تالتة مفروض
اللي هم خدوه مثلا في شهر ونص، احنا الحصه اللي فاتت في اول حصه مراجعه خلصناه في ساعتين. يعني اللي انت بتقعد تاخده طول السنه في شهر وفي اتنين، لو انت بس ذاكرت نص مذاكره ورانا في الاول، هتلاقي نفسك بتعرف تجمع الدروس عادي. طب انت لو ما عندكش فكره خالص، مطلوب منك بقى انك انت ترجع على الاقل تبصم وتحفظ وتذاكر كل الكلام اللي على السبوره ده على الاقل عشان تعرف تجيب درجه كويسه. الدرس الرابع، لو تفتكروا الدرس الرابع كان بيتكلم عن حاجه اسمها الايه؟ الحركه الايه يا دكاتره؟ الاهتزازيه. يعني ايه حركه اهتزازيه؟ حركه الجسم على جانبي ايه يا دكاتره؟ موضع سكون. لو افترضنا ان ده جسم اهو، والنقطه دي كانت عند موضع السكون، دي اسمها موضع السكون. موضع السكون ده بنعتبر كأن الجسم على الارض، هو مش على الارض ولا حاجه، بس احنا بنعتبره كأنه على الايه يا دكاتره؟ على الارض. معايا عبد الله؟ طيب لو مسكنا بقى البندول ده يا دكتوره اللي بتتكلمي كده، وبدانا نحركه يمينا ويسارا، شلنا البندول وديناه هنا، تمام؟ احنا رفعناه لفوق شويه اهو، وهو هنا كده طالما احنا رفعناه لحد هنا كده ومثبتينه، فهنا سرعته تعتبر بكام؟ بصفر. اول ما هنسيبه يا دكاتره مش هيثبت مكانه، هنبص نلاقي ايه؟ بسبب الجاذبيه هيروح يجري كده ناحيه تحت، وهو نازل لتحت سرعته بتزيد، فما يوقفش هنا. سرعته بقى عند موضع السكون بتكون ايه؟ قيمه عظمى، فما يوقفش هنا فيكمل، وهو طالع كده طالع عكس الايه؟ الجاذبيه، فسرعته عماله تقل 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 لحد ما سرعته هنا برضو توصل لكام؟ لصفر. يستقر وبعد كده الجاذبيه تشده تاني، بيستقر لحظيا كده والجاذبيه تشده، وهو نازل سرعته عماله بتزيد، يجي هنا سرعته تبقى قيمه عظمى، يطلع تاني سرعته عماله تقل لحد ما توصل للصفر. فالجسم هنا يا دكاتره عمال يتحرك على جانبي ايه؟ موضع السكون. تمام؟ الجسم هنا عمال يتحرك على جانبي موضع السكون. طيب يبقى الحركه اللي عملها دي بنسميها احنا الحركه الايه؟ الاهتزازيه. يبقى هي الحركه الاهتزازيه حركه الجسم على جانبي موضع سكونه او اتزانه الاصلي. امتى بنقول ان الجسم عمل اهتزازه كامله؟ الاهتزازه، نفتكر بقى مع بعض القوانين. الاهتزازه الكامله دي بتساوي 4 سعة الاهتزازه. جمع القوانين بتاعت الدرس كده، من هنا لهنا دي سعة اهتزازه، المنطقه دي بنسميها ايه؟ والمنطقه دي بنسميها ايه؟ والحته دي برضو ايه؟ وهو راجع بياخد ايه؟ فاول الجسم ما يعمل 4 ساعة اهتزازه بنقول انه عمل اهتزازه كامله. من مكانه هنا يا دكاتره لحد ما يوصل للاخر دي بنقول عليها ساعه اهتزازه، وهو رايح وهو راجع ساعه اهتزازه، رايح ساعه اهتزازه، راجع ساعه اهتزازه. اول ما يكمل 4 ساعات اهتزازه زي ما اتفقنا نقول ان الجسم هنا عمل اهتزازه ايه؟ اهتزازه كامله. صلينا على النبي عليه الصلاه والسلام. طيب الجسم دلوقتي عمال بيردد الايه؟ الحركه بتاعته. عشان يعمل اهتزازه كامله بياخد زمن، الزمن ده احنا بنسميه تي، وبنقول عليه الزمن الدوري. ايه هو الزمن الدوري؟ الزمن الدوري ده زمن دوره واحده او زمن اهتزازه واحده. يعني الزمن بتاع 4 ساعة اهتزاز بيساوي زمن 4 ساعة الاهتزاز. التي اي دي يا دكاتره بنقول عليها زمن سعة الاهتزاز. صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. مش الاهتزازة الكاملة 4 من دي، يبقى زمنها بيساوي 4 من زمن دي. تمام؟ كمان الزمن الدوري هو زي ما اتفقنا زمن دورة واحدة بيساوي زمن كل الدورات على عدد الدورات. طيب عندنا كمان حاجة اسمها التردد. التردد ده بنرمز له برمز اسمه النيو، بنقول عليه التردد. بيساوي مين يا دكاترة؟ ها؟ بيساوي 1 على الزمن الدوري مقلوب الزمن الدوري. يعني بيساوي الان على مين؟ الان على التي. في الدرس ده انت ما عندكش قوانين غير دول معايا، دي القوانين اللي عندك. طبعا هنا عشان السرعه بصفر بتبقى طاقه الحركه برضو بصفر، لكن طاقه الوضع بتكون قيمه عظمى. هنا عشان السرعه بصفر طاقه الحركه برضو بصفر، طاقه الوضع بتكون ايه؟ قيمه عظمى. طب هنا السرعه قيمه عظمى، يبقى طاقه الحركه هي اللي قيمه عظمى، لكن طاقه الوضع بتكون بكام؟ بصفر. تمام؟ صلينا على الحبيب. ما عندكش اي قوانين هنا غير القوانين دي وشويه التدريبات اللي احنا قلناها اللي احنا حلناها. طيب ده بالنسبه لمين؟ للدرس الرابع.
يبقى انت عندك دلوقتي ادي الاول، ادي الثاني، ادي الثالث، ادي الرابع. نخش على الدرس الخامس. الدرس الخامس مين فاكر كان بيتكلم عن ايه؟ كان بيتكلم عن الموجات، صح؟ ها، الموجة هي اضطراب كان بينتقل وينقل مين يا عم محمد؟ الطاقة. يبقى أول حاجة عايزين نعرفها يا دكاترة الموجة. تمام؟ كانت اضطراب ينتقل وينقل الطاقة. بينقل الطاقة فين؟ في اتجاه انتشار الموجة، يعني في اتجاه انتشارها. يبقى الموجة كانت اضطراب بينتقل وينقل الطاقة. قلنا عندنا أنواع الموجات كانت نوعين. ها، ايه وايه؟ ركزوا يا بنات هنا، ركزي يا حاج هنا بالله عليك. كان في موجات ميكانيكيه وفي موجات كهرومغناطيسيه. صلوا على الحبيب كده عليه الصلاه والسلام. الموجات الميكانيكيه دي لا تنتشر في الفراغ. دي لا تنتشر في الفراغ. طب بتنتشر فين؟ ها، دي بتحتاج لوسط مادي لانتشارها. طب يا مستر ايه هي الاوساط الماديه؟ الاوساط الماديه زي ما انت عارف، اوساط صلبه، اوساط سائله، اوساط ايه يا دكاتره؟ غازيه. تمام؟ طب الموجات الكهرومغناطيسيه دي تنتشر في كل حاجه. تنتشر في الاوساط الماديه وايه كمان؟ والفراغ. في وسط مادي يا حاج بتنتشر، ماشي. في فراغ برضو بتنتشر. صلينا على النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى الموجات الكهرومغناطيسيه بتنتشر في الاوساط الماديه وفين؟ اي حاجه بتنتشر فيها، ما بتحتاجش اصلا وسط ينقلها. طيب الموجات الكهرومغناطيسيه احنا قلنا لها انواع لازم تحفظها. الموجات الميكانيكيه دي كمان في منها نوعين. في منها موجات بتكون طوليه وفي منها موجات بتكون ايه؟ مستعرضه. لكن كل الموجات الكهرومغناطيسيه مستعرضه فقط. ركز عشان تعوض اللي ضايع منك. الموجات الطوليه دي كانت بتتكون من تضاغطات وتخلخلات. الموجات المستعرضه كانت بتتكون من قمه وايه؟ وقاع. هنا الموجات المستعرضه تتكون من قمه وقاع. واحد اللي كده صلى على الحبيب عليه الصلاه والسلام. بالنسبه للموجات الميكانيكيه كانت زي موجات الصوت. تمام؟ موجات الماء، موجات اهتزاز الاوتار. طيب لما نيجي نتكلم على موجات الصوت طوليه ولا مستعرضه؟ هي كده كده ميكانيكيه. طوليه ولا مستعرضه؟ طوليه في الهواء. يعني موجات الصوت دي هي موجات ميكانيكيه ونوعها طوليه في الهواء. موجات الميه ها، طوليه عند القاع، مستعرضه تمام ها عند السطح. يعني موجات الميه دي بتتحرك لفوق ولتحت عند السطح فبتبقى موجات مستعرضه. تحت في قاع الميه بتروح شمال ويمين. اهتزاز الاوتار على حسب الوتر. يعني لو معايا حبل عمال يطلع وينزل كده يبقى دي موجات ايه؟ مستعرضه. طب لو الحبل عمال يروح ويرجع تبقى موجات طوليه. صلينا على النبي عليه الصلاه والسلام. خلينا هنا يا بنات بالله عليكم. طيب الموجات الكهرومغناطيسيه يا دكاتره، انت اخر حصه هتحضر معانا يا محمد. اخر حصه هتحضر معانا. ماشي، شوفكش بقى تاني. صلى على النبي كده عليه الصلاه والسلام. الموجات المستعرضه زي ما اتفقنا ادي قمه ودي يا دكاتره قاع كلها. الكهرومغناطيسيه بقى كان لها انواع. اول حاجه اشعه جاما، بعد كده اشعه اكس اللي هي بنقول عليها الاشعه السينيه. تمام؟ فوق البنفسجيه. تمام؟ عندنا الضوء المرئي، تحت الحمراء، المايكرو مترين. عندنا كمان موجات الايه يا دكاتره؟ الراديو. واتفقنا مع بعض واحنا طالعين كده ناحيه فوق. ها، احنا طالعين ناحيه فوق كده التردد يزداد، الطول
الموجي يقل، لكن السرعه بتاعت الموجات دي كلها ثابته، السرعه ثابته. وعرفنا ان كل الموجات دي سواء اشعه جاما او اشعه اكس او فوق بنفسجيه او ضوء مرئي، تمام، او تحت حمراء او مايكرومتريه او راديو، كلها سرعتها بتساوي 3 في 10 أس 8 متر على الثانيه. ده فين؟ في الهواء والفراغ. يعني في الهواء وفي الفراغ بتلاقي كل الاشعه دي ليها نفس السرعه اللي هي 3 في 10 أس كام؟ أس 8 متر على الثانيه. تمام؟ ايه القوانين اللي هنا يا دكاتره؟ يعني احنا مثلا لو بنتكلم على موجه مستعرضه زي دي، من هنا لحد هنا، من قمه لقمه او من قاع لقاع، المسافه دي او المسافه دي كنا بنسميها الطول الموجي، اللمضه. اللمضه دي يا دكاتره كنا بنقول عليها الطول الموجي. بيساوي ايه الطول الموجي؟ المسافه بتاعت كل الموجات على عدد الموجات. طبعا التردد احنا واخدينه في الدرس اللي قبله كان بيساوي عدد الموجات على الزمن، ده التردد. طب كان عندنا الزمن الدوري، الزمن الدوري واخدينه برضو في الدرس اللي قبله بيساوي 1 على التردد او بيساوي التي على الان. فالقوانين دي احنا بنحتاجها تاني في الدرس ده، طول الموجي، التردد، الزمن الدوري، كل القوانين دي احنا بنحتاجها في الدرس ده. بالاضافه الى ايه بقى يا دكاتره بعد ما تصلوا على النبي كده عليه الصلاه والسلام؟ سرعه الموجات بتساوي لا اما اللمضه على التي، لا اما اللمضه في النيو، لا اما المسافه اللي هي الاكس على الزمن. دي كلها قوانين لسرعه انتشار الموجات. ده حساب سرعه انتشار الموجات. تمام؟ كده انت بتلم قوانينك بالقدر المستطاع. مع شباب ده بالنسبه للدرس الايه؟ الدرس الخامس. كنا بنقول الموجتين لما بيبقوا في وسط واحد، الموجتين لما بينتشروا في وسط واحد بيكون لهم نفس السرعه. تمام؟ طب لو الموجه هتنتقل من وسط لوسط بيكون لها نفس التردد. يبقى احنا في وسط واحد نفس السرعه، طب هنتقل من وسط لوسط تاني يبقى نفس التردد. اخر درس عندنا اللي هو معانا في امتحان الشهر، يعني الدرس السادس، بيتكلم عن الانعكاس والانكسار. صلينا على الحبيب عليه الصلاه والسلام. قال الانعكاس قوانينه في كلمتين بساط جدا اهو. الانعكاس ده يبقى لازم يكون عندي سطح عاكس، السطح العاكس ده بيبقى مرايه. تمام؟ اول شعاع الضوء ما بيسقط بنسميه الشعاع الضوء الساقط، مكان ما سقط كده على المرآة بنروح نقيم ايه؟ عمود. والزاويه هنا بنسميها زاويه السقوط. بيقوم ينعكس. تمام؟ الزاويه برضو ما بين الشعاع وما بين العمود بنسميها مثلا سيتا، دي زاويه الايه؟ الانعكاس. فهنا القانون الوحيد الفاي بتساوي السيتا. دايما الفاي بتساوي ايه يا دكاتره؟ السيتا. لو الشعاع الضوء سقط عمودي بيرتد على ايه؟ ففي الحاله دي زاويه السقوط بتساوي زاويه الانعكاس بتساوي صفر. تمام؟ طيب ده بالنسبه لقانون الانعكاس. ده القوانين المختصره. طبعا عندنا قانون الانكسار. الانكسار يا دكاتره معناه ان الشعاع الضوئي هينتقل من وسط الى وسط اخر. ادي شعاع ضوئي اهو، مكان الشعاع ما سقط كده بنروح احنا نقيم ايه؟ عمود. الشعاع ده ممكن ينكسر ويبعد عن العمود لو احنا جايين من سرعه صغيره لسرعه كبيره. دي بنسميها فاي ودي بنسميها سيتا. طب احنا لو جايين من سرعه كبيره لسرعه صغيره كان هينكسر مقترب من الايه؟ من العمود. تمام؟ ايه القوانين بتاعه الانكسار باختصار؟ ان ساين الفاي ساين الزاويه اللي فوق على ساين الزاويه اللي تحت بتساوي سرعه فوق، سرعه الضوء فوق على سرعه الضوء تحت، بتساوي ان من 1 ل 2 اللي هي كنا بنقول عليها معامل الانكسار النسبي، بتساوي ان 2 على ان 1. تمام؟ طيب وينفع لو فكنا السرعه، الشعاع الضوئي ده انتقل من وسط الى وسط اخر فالتردد بيكون ثابت. في الانكسار التردد ثابت، طول الموجي بيتغير، السرعه بتتغير. لو فكنا السرعه هتدينا التردد في الطول الموجي، فكنا السرعه الثانيه التردد في الطول الموجي. بس خد بالك السرعه التردد قصدي ثابت اهو، فنشيل التردد ده مع التردد ده.
فدي بنقول عليها قوانين الايه يا دكاتره؟ الانكسار. طب انا لو عايز اجيب معامل الانكسار بتاع اي وسط، ناخد سرعه الضوء في الايه؟ في الهواء، تمام، على سرعه الضوء في الايه يا دكاتره؟ في الوسط. يعني انا مثلا لو معايا وسط اسمه الوسط الاولاني هيبقى له معامل انكسار، وهنا الوسط الثاني بيبقى له معامل انكسار، الاثنين دول عكس بعض. لو السرعه فوق كبيره يبقى معامل الانكسار قليل، السرعه تحت قليله يبقى معامل الانكسار ايه؟ كبير. طيب في قانون اسمه قانون سنيل، قانون سنيل او سينل، نحل بيه ازاي؟ خد الان اللي فوق في ساين الزاويه اللي معاها، ان واحد ساين فاي هتساوي الان اللي تحت في ساين الزاويه اللي معاها. تمام؟ ده ملخص، ادينا بالظبط خدنا اقل من ساعه في الست دروس بتوعك. تمام كده يا دكاتره؟ ذاكر بس الكلام